بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا رب؟ عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير. ويا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده مع بعض فيديو كله نشاط كده، ونبدا من الفيديو مع بعض. بس قبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك والشير واللايك علشان يوصلكم اشعار بكل جديد من قناه يوميات رشا العجيل. النهارده ان شاء الله هنعمل روتين جامد جدا في الشقه كلها، علشان اللي كسلانه كده وتحت البطانيه تقوم كده تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتشيل البطانيه دي وتقوم تتنشط معانا وتعمل كده زي ما احنا هنعمل النهارده. اول حاجه انا شلت الملايات بتاعه السرير، هتروح على الغسيل. وبعد كده شلت السجاد بتاع الاوضه والشقه كلها طلعته في الشمس. الشمس كانت ما شاء الله عليها جميله في اليوم ده. وبعد كده كان عندي غسيل طبقته، والدولاب كان منعفش جدا، يعني مش ما حبيتش اوريكم منظره الاول يعني. بعد كده يعني رصيت الهدوم فيه ورتبته شويه، يعني نوع ما انظبط شويه عن الاول يعني. وبعد كده يعني ده بحط باقي الدفايات والملايات عندي في الغسيل. وكمان برص الجواكت بتاعت الولاد، وده فستان بنتي، فستان عروسة كده. وبدأنا نرتب وهما كانوا بيساعدوني، كل واحد كان بيمسك حاجة يخلصها كده. وده شكل الشقة كده قبل ما نبدأ فيها أي حاجة. كان الفرش كله طلعته في الشمس فوق السجاد، وطلعت المجلس بره في الصالة كده علشان أمسح الأوضة وأنضفها. وكمان كان ابني وبنتي بيرصوا في الادراج، نضفوهم كويس يعني. رتبوهم كده ونضفوا كل حاجة فيهم. وده درج كده، ده كان منظم في المطبخ عندي بلاستيك. هو ليه غطا بس هو متفتح من الجناب، فما عرفتش صراحة ان انا استعمله في ايه. كان جاي لي يعني هدية مع حاجات تانية. فكان عندي لوحة بلاكاش صغير فقصيته حتت صغيرة وجسمته كده وحطيت فيه حاجات في التلاجة. ودي ابر وخيط، ودي حصلت رمضان ان شاء الله هنفتحها مع بعض، يعني بنحوش فيها علشان في اول رمضان نفتحها. ونشتري بيها حاجات يعني الرمضان. وده درج الطرح كده، ونضفنا كل حاجة يعني في الأوضة ونظمناها الأول. وبعد كده دخلت على أوضة الولاد، مسحنا الحيط. بس لسه هفك الحاجات اللي هي بتعلق عليها الستارة دي، لأن هي ما فيهاش ستارة. فأنا هشيلهم علشان إن شاء الله يعني ما أجي أعمل لهم ستارة جديدة هنركب حاجات جديدة. وكان في هنا صور بيلزقوها في الحيط وحاجات، فكانت اللزق ماسك في الحيط. فكنت بحاول ان انا اشيله بظهر السكينة، علشان صراحة كان مخلي منظر الحيط مش حلو خالص. فكنت بشيله، وكانت سهير معايا بتساعدني. وكان معايا الفوطة مبلولة مية كده، وكنت حاطة مية في الجردل بصابون ومعطر، وكنت كل شوية بغسلها واعصرها كويس وامسح بيها. مسحت بيها حيط الشقة كله. ونضفناه، مش خلينا فيه اي حاجة. وكمان يعني مسحنا حيط الأوضة وحيط الشقة كلها. فزي ما انتم شايفينها، او هي نظيفة ما فيهاش يعني حاجات مبجعة ولا حاجة، بس بيكون عليها عفر بس من الهواء والتراب وكده. فزي ما انتم شايفين كده يعني مسكنا الحيط وكنا شغالين كده، كل واحد ماسك حاجة بيشتغل فيها. كان ابني بيساعدني في اليمة التانية، وكانوا عايزين ان انا اغير لهم شكل الاوضه، يعني اغير مكان السراير وكده واغير شكل الاوضه. فكان صراحه حاجات كتير يعني دجنها في الحيط، شماعه وكان المرايه. فشلناهم صراحه، فعملت مكانها خروم كتير في الحيط، يعني مبهدله الحيط. فان شاء الله يعني هو ابني عايز يغير لون الاوضه، عايز يدهنها. فهو عامل جمعيه يعني لما يقبضها ان شاء الله قالها اجيب بها دهان، وهيدهنوا الاوضه بتاعتهم وينضفوها. فانا قلت له اعمل لها ستاير كمان بالمره على حسابك بقى. فهنا انا دايرت مرز السراير كده، يعني مش عارفه هو كده المنظر احسن ولا ايه. بس هما كانوا حابين ان انا اغير المكان علشان اوسع الاوضه عشان يجيبوا المكتب. وهنا كنت بغير الاوضه بتاعتنا، برضو حبيت ان انا اغير مكان السرير والدولاب. فصراحه يعني مش حبيت الشكل. هنا اوضه الولاد بعد ما غيرت مكانها، غيرت مكان المراية، وهنا حطيت لهم المكتب. وكمان حطيت لهم المراية نقلتها. بس السراير كده بتقفل الشباك شوية، بس بيفتح يعني حاجة بسيطة. وهنا دي اوضتنا، كنت لسه شغالين برضو. طلعت ابني على الدولاب، كان اسفه الدولاب ونضفه، كان عليه تراب وحاجات ناعمة كده. واحنا كنا فكينا التسريحة دي، احنا ممسكينها في الحيط
وشلناها وودينا السرير ده مكان التسريحه، يعني خلينا السرير مكان التسريحه قصاد البلكونه، وجبت التسريحه اليمادي والمكتبه بتاعه التلفزيون، وغيرنا نظام الاوضه. بس صراحه ما حبيتش الشكل، يعني الشكل نفسه لما ديرت الاوضه كده ما عجبنيش. رجعت كل حاجه مكانها، وكان يوم ما شاء الله عليه كله تعب وهدت حيل. تعبت فيه جدا. وبعد كده رجعناها تاني، وبدأت امسح وانضف فيها كده زي ما انتم شايفين بالملمع. انا كان عندي ملمع الاساس صراحة، الجزازة اللي هي الملمع الاساس ديت، بس معرفش مش لاقيتها تايهة مني كده. فبمسح بالملمع بتاع الزجاج برضو بيدي لمعة وحلو. فهنا انا مسحت بالسرير والدولاب والتسريح، ومسحت بكل الخشب اللي في الأوضة والمرايات. وبعد كده هغير فرشة السرير. انا كنت خلصت اوضة الولاد وقفلتها، يعني انا بحب ان انا يعني الحاجة اللي اخلصها بقفلها على طول، ما احبش مثلا ان انا اعمل كله مرة واحدة وبعدين اقفل. لا، بمسك اوضة اوضة مثلا كده، بروجها وبمسحها ومسحتها، وامسح السقف بتاعها، وافرش السراير وامسح الارضية وافرشها واقفلها على كده خلاص، وابدا اعمل واحدة غيرها. هنا زي ما انتم شايفين انا مسحت الحيط والشباك والبلكونه برضو كنستها، ومسحتها هبتها بالمجشه كده من التراب او حاجه عليها. وروجت الاوضه برضو، وفرشت الفرش نزلته من الشمسه. يعني كنا في الوقت ده كده، يعني الظهر، بعد الظهر كده. صراحه انا خدت يوم كامل من الصبح لبعد المغرب على ما خلصت الشقه كلها. بعد كده دخلت على الأوضة بتاعة المجلس. بهب السقف الأول كده لو في تراب أو في، يعني أنا ما بيبقاش عندي عنكبوت أو أي حاجة، علشان أنا على طول بنظف ما بخليش فيها حاجة. فبس بمشي عليها بس المجشة أو أي فرشة كده لو فيها تراب أو أي حاجة. وبعد كده مسكتها برضو، مسحت الحيط ومسحت المفاتيح بتاعة الكهرباء زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده كنست الأرضية بتاعتها. انا يعني اوقات مش بطلع المجلس، بشيل السجاده بس وامسحه من النص كده. بس انا النهارده يعني ابني طلعهولي بره، بس مش طلعناه في الشمس، يعني هو نضيفه كل حاجه، بس طلعناه بره الاوضه بس نمسحها ونروجها. ومسحتها كده وبسيبها تتهوى. انا مش بفرش على طول اول ما بمسحها، لا بسيبها تنشف علشان ما تكونش ريحتها وحشه تحت تعمل ريحه مش كويسه. وبعد كده فرشت السجاده والمشايات الصغيره دي بفرشها. ودخلنا المجلس وفرشته، ودخلت الحافظة كانت في الشمس، انا غسلها قريب يعني هي نظيفة. وخلصنا الأوضة ديت، ومسحت الشاشة والحيطان وكل حاجة فيها نظفتها، ما خليتش فيها اي حاجة. بعد كده هروح على الصالة. هبدأ الأول بالنيش برضو هلمعه كده، هديله تلميعة الجزاز والخشب وانضفه كويس. ان شاء الله بأمر الله رمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ بقى بس شوية كده، يعني مش هنبدأ بقى في تنظيفات رمضان. ببدأ انزل النيش ده كل اللي فيه واغسله وانضفه واشيل الستاير واغسلها، وبغير فرش الشقة. يعني لها بنعمل شغل تاني. بس يعني هو صراحة اليوم اللي بلاقي فيه ان الجو حلو والشمس طالعة والجو حلو كده بشجع، فبطلع الفرش واشمس وانضف كده. هنا دي كانت الصالة. السجادة دي انا ما بشيلهاش خالص لانها تقيلة جدا وكبيرة، ما عنديش مكان ان انا اطلعها، كبيرة جدا وتقيلة جدا، يعني مش متخيلين تقلها ايه. فبعد كده فانا بتنيها نصين كده وبكنس تحت منها وامسحه، وبرجع اقلبها على الجنب التاني، اكنس تحت منها واسيبه لما يتهوى. في الوقت ده انا كنت خلصت الشقة، ففاضل الكوم الكبير المطبخ زي ما انتم شايفينه كده. يعني انا خدته كله في يوم واحد. كان متكركب صراحة ومتبهدل جدا، وكان نفسي اروجه. فاول حاجة هعملها هشيل كل المفارش اللي في الرخامة علشان اغسلها، وهشيل الستائر بتاعة الرخام برضو، وشلت المفارش بتاعة التلاجة وكل المفارش اللي هنا، والمفرش اللي على التربو كله خدتهم غسلتهم الاول ونشفتهم علشان احطهم في الشمس افرشهم يعني. وبعد كده لميت كل المواعين اللي مش نظيفة عندي حطيتها في الحوض، وبدأت اغسلها الاول علشان هم يعني بيشيلوا هم كبير. لما بيخلصوا المطبخ بيروق شوية، فانا قلت هغسلهم الاول علشان يتصفوا وبعد كده ادخلهم الرخام. فحطوا اللايك بقى للفيديو عشان صراحة انا تعبت جدا في الفيديو ده، فاستاهل منكم لايك حلو، لايك حلو كده تحطوهولي.
فبعد كده بدأت اغسل في المواعين زي ما انتم شايفين اهو. وهرصهم على فوطة على الرخامة علشان يتصفوا من المية. باخد استراحة بس شوية عشان زمانكم صدعتوا مني. زي ما انتم شايفين كده هشطفهم، هما مش كتير يعني، هما مكركبين كده في الحوض بس مش كتير يعني، مش كتار يعني ان هما ايه ياخدوا وقت في الغسيل وكده. فهنغسلهم مع بعض سريع سريع كده. هو في اليوم ده تقريبا عملت اكل خفيف يعني. بصوا زي ما انتم شايفين كده غسلت كل المواعين اللي كانت عندي وحطيتها على الرخامه تتصفى. وكان عندي مخلل انا عاملاه معاكم في فيديو بس ما نزلتهوش صراحه لسه. وده الكرنب اللي كنا مخزنينه مع بعض، ده كان تاني يوم تخزين الكرنب. فانا كنت مخلله كل حاجه في برطمان عشان ما كانش عندي برطمان كبير يشيل كل حاجه. فجبت الجردل ده لميت كل فيه المخللات اللي عندي، وحطيت كمان فيه الرز بتاعه الكرنب بيبقى المخلل بتاعها جميل. وزي ما انتم شايفين الميه لونها من الراس بتاعه البنجر، لونها اللون الوردي ده كده. وكمان كنت حاطه فيه بنجريه حمراء فمديه لون للميه حلو. لم يعني عبيته كله في الجردل وركنته كده على جنب. وبعد كده بدأت ان انا اروق في المطبخ. كانت المفارش والحاجة بتاعتي نطفت. بدأت ان انا امسح الرخام الاول وامسح من جوه كده الرفوف من جوه. همسح الرفوف بس الاول كده بفوطة مبلولة، والحيط من جوه والجناب بتاعت الرخامة. اول ما بمشي عليها الفوطة بصوا زي ما انتم شايفين بتلمع على طول، لان انا اصلا دايما ايدي في المطبخ وفي الحيط وفي كل حاجه ما بخلوش ان هو يتراكم عليه دهون خالص. وبعد كده بجيب فوطه تانية نظيفه وبنشفه كويس، وهفرش المفرش بتاعه، وهرص المواعين كلها مكانها، وهنزل كل حاجه مكانها. انا همسك الرفوف كلها رف هنزله كله وهمسحه وانضفه، وبعد كده ارجع كل حاجه مكانها. زي ما انتم شايفين ده كده اول رف معايا برص فيه طقم الحلل ده. وبعد كده الرف ده بحط فيه البلاستيكيات والاطباق الاستانلس. همسحه برضو الاول وانضفه كويس بميه، وهنشفه برضو قبل ما احط المفرش فيه. علشان يعني انا ما عنديش رفوف فوق، ما عنديش مطبخ فوق يعني. هو القطعه اللي تحت دي بس. فان شاء الله يعني ربنا يسهل كده واول ان شاء الله ما ربنا يفرجها هعمل مطبخ فوق وهقفل المطبخ ده من تحت. فزي ما انتم شايفين كده برضو هفرش المفرش. وكده انا كنت خلصت المطبخ وروقته ورصيته ونزلت كل صراحة يعني. اكتر حاجة بشيل همها هي الضلفة بتاعت الكوبايات دي. ونزلت ده كله وفرشت المفارش ورجعت رصيت. ودي ضلفة كده فيها الأجهزة الكهربائية، والضلفة دي بتاعت الزيت والسكر والزيت والسمنة والخل والحاجات دي. وتحت ضلفة السكر والمشروبات. والعلب اللي جوه دي عندي سكر، ده سكر مطحون. انا طحناه عشان ان شاء الله نعمل بيه مع بعض بسكوت حلو كده. فكده انا خلصت المطبخ، وتحت منه روقت كمان تحت منه وكنسته. ونضفت تحت المطبخ يعني. ده كده تربو فيه القطعات والحاجات مش بستعملها رفايع. وهنا بطاطس عندي زيادة عن التربو سبتها. والعلبة دي فيها اكياس تلاجة. ونضفت تحت الحوض وزي ما انتم شايفين كده روقته. ومعلش انا اسفه على الصوت اللي بره ده يعني عشان اختي بتزعج هي وعيالها بره، وانا شكلي هطلع اضربهم دلوقتي ان شاء الله هي وعيالها سوا. فهنا ده العلبة دي بحط فيها بيض. انا في الشتاء ما بحطوش في التلاجة. ونضفت التربو برضو نزلت كل حاجة فيه ومسحته وروقته كده. الدرج ده خاص بالحلويات والدقيق بسبوسة والحاجات ديت. والدرج التاني ده مكرونة شعرية حاجات. وهنا ورق فويل واسترتش وورق الزبدة الانابيب. والاجندة دي انا حطاها هنا لما بكون مثلا مخلصة حاجات عايزة اشتري حاجات للمطبخ فبنسى، فاي حاجة بفتكرها بكتبها في الاجندة دي. وكان عندي التلاجة هنا لسه شكلها زي ما انتم شايفين كده يعني مكركبة في بعضها. انا غسل المفارش بتاعتها فهمسحها الاول
وانضفها واروجها كده واخليها مية مية. انا حاطه الفرن ده فوقها، بس لما بولعه بنزله، بس انا حطيته فوق التلاجة علشان يديني وسع الرخامه، يخلي مكان كده. ده شكل التلاجة بعد ما فرشتها بالمفارش بتاعتها. كنت غسلاهم ومسحتها وروجتها. ده كان يوم التلات الفيديو ده صراحة يعني، فالتلاجة يعني كانت فاضية، يعني كان قبل السوق بيوم، فكان يعني تاني يوم السوق ان شاء الله كنا هنملاها بقى خضار وخير. فده عشان كان اخر الاسبوع يعني عندنا. فانا منضفاها كده، والباب بتاعها بحط فيه الصوصات والكاتشب والحاجات دي. انا باخد المطبخ واحده واحده، يعني بدأت بالرخام الاول وبعد كده التربو والتلاجة، يعني باخد واحده واحده علشان يكون الشغل منظم وما ملش من الشغل، يعني مش حته هنا وحته هنا، لا، الحاجه اللي تمسكيها خلصيها اول باول. بعد كده البوتاجاز عندي يعني مش يعني هو نظيف وكل حاجه، بس كان عليه دهون وزيت وكده، وانا يعني هو يوم واحد بس اللي فات عليه من غير ما امسحه. انا في طبعي بمسحه كل يوم بعد ما بخلص طبيخ، لازم يخلص. ومثلا انا خلصت طبيخ ومسحته ونضفته، باجي تاني يوم قبل ما اولع الاكل، مع انه مغسول ونضيف، بجيب فوطه وامسحه قبل ما اولع الاكل. فانا غسلته بس بصابون وسلكه كده زي ما انتم شايفين، وخليته ما شاء الله عليه فله. الحوامل بتاعته انا غسلها من يومين، وانا زي ما قلت في فيديو قبل كده، انا كل 3 ايام او 4 ايام بالكتير بغسل الحوامل بتاعته دي. وبعد كده كنت خلصت الغسيل الحائط اللي تحت، وبعد كده بدأت امسح في الحيط. الفوطة دي بحطها في مية واعصرها كده، مية بديتول او بخل او باي حاجة يعني بتتعقمي بيها عندك وتنضفي بيها. ومسحت الحيط كله زي ما انتم شايفين كده، ومسحت البلكونة. وان شاء الله ربنا يسهل هغير ورق الحيط ده كده. وكان فاضل معايا الارضية بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. انا كنت خلصتها وشلت الفرش بتاع المطبخ غيرته، ومسحت الارضيه وفرشت. بس هناخد جوله في الشقه كلها بعد ما خلصت. ده معطر بريحه الفل، ريحته جميله جدا. هنديله رشه كده. دي الاوضه بتاعتنا بعد ما خلصت، ودي اوضه الولاد بالشكل النهائي. يعني قولوا لي رايكم في التغيير، يعني حلو ولا كان شكلها الاول احلى؟ بس هم حابينها كده، يعني هم قالوا احنا حابينها كده، بس انا اخد رايكم برضو. ودخلت المكتب، كان في مكان بره، كانت الأوضة مش واخدة صراحة، بس لما غيرت شكل السراير كده، الأوضة واسعة واخدة المكتب والمراية، وزي ما انتوا شفتوها كده. وبعد كده الصالة أنا رشيت المعطر في الشقة كلها. دي الصالة عندي، والستارة دي أنا كنت عاملاها فاصل يعني ما بين الغرف بتاعة النوم جوه. كانت سهير تعبت معايا صراحة، فخدت شاور كده وخلاص، هي تعبت كده. احنا كنا كده متأخرين يعني بعد المغرب، وكان كل الفرش كان في الشمس، دخلناه والشمس لسه طالعة وهو ريحته حلوة كده وحمصان من الشمس. ودي الشقة كده بعد ما روجناها وخلصناها. وده شكل المطبخ. دي حاجات كنت طلعتها من التلاجة، منظمات بعد ما غسلت يعني وكده، حطها تتصفى علشان بكرة ان شاء الله هيكون السوق، فهحتاجها ان انا ارص فيها حاجات تانية. زي ما انتوا شايفين كده، ده شكل المطبخ بعد ما خلصته. ونضفنا وروجنا الحتة كده، بقى الشكل مية مية. كان بس الحمام وكان في غسيل هنشره، وصراحة الحمام كانوا ساعدوني فيه برضو وغسلوه، بس زي ما انتوا عارفين يعني خدت عليه اعادة بعد منهم كده. فقالوا لي مش عدنا هنعمل لك حاجة تاني، بدل مش بيعجبك شغلنا مش عدنا هنعمل لك حاجة تاني. فده فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون شجعكم وسهل وبسيط واستفدتوا منه وتشجعتوا بيه، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله.